أراد منكم أن يعيش النجاح والسعادة فعليه أن يكتب الرسالة ويرسم الرؤية بقلبه وبعقله، ويسقيهم يوميا بعاطفة جياشة، عاطفة صادقة، عاطفة خالصة. يحب نفسه، لما ينظر في المرآة يقول لنفسه بلي نحبك، لأنه الإنسان اللي يحب نفسه يجلب محبة الآخرين ويقدر يحب الآخرين. فأنا أعتقد من خلال تجربتي في ميدان الأسر والشباب والمراهقين معنى الحب، كلمة الحب، هذا السلوك، هذا الشعور، هذا العطاء الرائع المتميز رانا كلنا محتاجينه في حياتنا وفي علاقاتنا البشرية والأسرية والاجتماعية، ومحتاجينه باش نسقي به الخطة نتاعنا بحب الله وحب الرسول، حب الوطن الجيري، وحب الوالدين، وحب النفس. بارك الله فيك. ربما كان وصلني الآن سؤال على الخاص، شاب يقول موضوع جميل، لكن واش تقول الإنسان اللي عنده ربما أزمة سكن، اللي عنده بطالة، اللي عنده، هل هذا يقدر يعيش حياة سعيدة ويخطط وينجح؟ واش جاوبوا أستاذ أو يسمع فينا؟ طبعا 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 طبعا. لماذا؟ لأنه انت الحالة هذه راك عايشها. شوف، تفعل شيئا تتغير الأشياء، تتغير الظروف. لا تفعل شيئا تستسلم للأمر الواقع، ربما ستتدهور الأمور. فافعل شيئا مختلفا يتغير مصيرك، تتغير ظروفك، غير أفكارك، غير نظرتك، غير موقفك، غير عقليتك، غير تركيزك. نعم. خاصة التركيز، ستتغير الظروف. لأن الشيء الذي ترك، إذا كنت تركز على الظروف الصعبة ستزداد وتنتشر من نفس نوعها وطبيعتها. هذا قانون التركيز، سيجذب له إلى الأمور الصعبة. أي نعم. أما إذا أردت أن تعيش حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، تفاءلوا خيرا تجدوه، تعتقد بأن الخير موجود والرزاق هو ربي ورزقكم في السماء وما توعدون، وتنوض بكري باش تدي البركة تاع الأوزون والبركة تاع الرزق، وتتوكل على الله وتأخذ بالأسباب، فبإذن الله ستخرج من هذه الطائقة وستجد أن الأبواب مفتوحة، وستجد أن الخيارات كثيرة في جزائرنا الحبيبة.